الزيادات سي مارس، هذا الشهر الجاي قبل رمضان تدي الناس كاع الزيادات تاعها اللي زدنا له في المرتبات والزياده في التقاعد، في منح التقاعد الى اخره. دونك يفون توشي سا قبل لو 23 مارس ان شاء الله، قبل رمضان ان شاء الله. وهذه راه استثناء ما عندوش مثيل، كاش مثيل، لان احنا التزمت باللي ان نوصل ان شاء الله سنه 2024 نكون رفعت الاجور ب 47%، نسبه 47%. دونك اون فا بريس دوبلي لي سالير ديسي 2024، لانها عارف باللي القدره الشرائيه تاثر في الانتاج وتاثر في النمط المعيشي نتاع المواطن والى اخره الى اخره. انا نشوف دول اوروبيه نتبعوا كاع النشرات تاعها، كل الناس تشكي قدره الانتاج ما كانش، قدره الشراء ما كانش. احنا سمع ناس ساكنين يعني مواطنين تاع دول معروفه بالرفاه ومعروفه بكذا يقول لك اني ناكل ان روبا بار جور في التلفزيون، ويقولها في التلفزيون العمومي. اذا فو با تبلي ريسك لو احنا رفعنا الاجور غير كافيه، متفق معاك، لو كان جات كافيه ما نرفعهاش، ولكن ان شاء الله لما نوصل الى 47% تاع رفع اجور نهائي، كل هذا الرفع التدريجي اللي نديروا فيها اغلب العائلات عندها الزوج يشتغل والزوجه تشتغل، ولا عايشين في عائله كبيره كاين 3 ولا 4 اللي يشتغلوا ويشاركوا في الميزانيه تاع العائله، ولا هي تقاليدنا هذه. خلاص جاوبتك صحيح؟ لا قول vas-y. Je souhaite que les téléspectateurs يكونوا فرحوا avec ces annonces. Je ne fais, Monsieur le Président, je ne suis qu'un relais. شو داكور معاك انا باش نشوف اذا كان الجواب كافي ولا ماهوش كافي. بالنسبه لرفع الاجور هذه خلاص منذ 10 سنين 15 سنه ولا واحد رفع الاجور، ولا واحد رفع كذا، ولا رفع الحد الادنى للاجور. واحد ما طالبني باش نرفع الحد الادنى للاجور، رفعته ل 20,000 دينار. 20,000 دينار. الناس اللي المرتبات تاعهم اقل 30,000 دينار ولا اقل عفيناهم كل الضرائب فول فير. والميزانيه تاع الدوله كما يقول لك لافوازي ريان نو سو بار ريان نو سو كري تو ترانسفورم. تقلع مداخل تعوضها بمداخل اخرى.